لو بتاخد زنك أو ناوي تبدأ، خلي بالك مش كل مكملات الزنك بتشتغل زي بعض. لو بتدور على امتصاص عالي وجودة فعالة، حاول يا صديقي تدور على الأنواع دي. رقم 1 زنك باي كولينيت، رقم 2 زنك باي جلايسينيت، ورقم 3 الزنك ستريت. وحاول يا صديقي تبعد عن الزنك أوكسايد، امتصاصه ضعيف جدا ومش مفيد. معظم الناس بتحتاج من 15 ل 30 مللي جرام زنك في اليوم، بس لو هتاخد زنك لفترة أطول من شهر ركز معايا في اللي جاي. الزنك يا صديقي بيمنع امتصاص النحاس، فمع الوقت ممكن يسبب لك ضعف في المناعة، ده غير ان هو ممكن يسبب لك أنيميا أو مشاكل عصبية. فلو هتاخد زنك أكتر من 8 أسابيع لازم تاخد معاه نحاس من 1 ل 3 مللي جرام يوميا. ويا سلام لو النوع اللي انت هتجيبه هيبقى زنك ونحاس مع بعض، وهيبقى مثلا 30 مللي جرام زنك مع 1 مللي جرام نحاس. ويا سلام لو لقيت نوع زي ده فيه الزنك والنحاس مع بعض. ولو هتاخدهم يا صديقي منفصلين، حاول تحافظ على التوازن ما بينهم اللي هو يكون 10 لواحد. فنصيحتي ليك لو هتاخد زنك حاول تراجع النوع والجرعة والمصدر. وشاركني في الكومنتات هل جربت الزنك قبل كده وكنت بتاخد نوع ايه. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب.